استاذ الشافعي، بشتغل فاينانشال كنترولر وبحاضر CMA. اشتغلت في الأكاديمية البحرية شيراتون، واشتغلت في جامعة القاهرة وجامعة عين شمس، وحاليا في 360 بزنس بارتنرز. هتكلم النهارده مش عن القوائم المالية، مش عن المحاسبة. ايه الأهم بالنسبة لك؟ أنا مش هقول لك هتكلم عن ايه دلوقتي، المفروض انتوا عارفين يعني، بس أنا عندي سؤال. الناس بتنجح علشان هي شاطرة تكنيكال ولا عندها بيزنس سكيلز؟ هو ده السؤال اللي أنا بسأله. حد يعني تشارك معايا؟ الاثنين ماشي. يعني بزنس سكيلز بس. عشان يعني تكنيكال بس مش هتعرف تاخد ستيب اصلا او مش. كويس جدا. يبقى اول اتفضل. كنت اقول ان هو البيزنس سكيلز اهم، ان انت تعرف تتواصل مع الناس، لان كده كده هم هيعلموك الشغل التكنيكال. يعني انتوا مش جايين تحضروا عشان انتوا جايين تحضروا عشان تسمعوا البيزنس سكيلز، صح كده؟ مظبوط. انا كده فهمت. يعني انتوا اصلا فاهمين، انتوا غالبكم فريش وجايين فاهمين اصلا ان البيزنس سكيلز بالنسبه لك، في ناس بتقول لي اهم من التكنيكال سكيلز، صح كده؟ جريت بصراحه. I think mix بين الاثنين، هي as art and science. لازم يكون عندي knowledge وعندي business skills. انا بشوف ان هما الاثنين بيكملوا بعض، لانها مثلا لو عندنا شركه مثلا فيها صنايعي، في واحد في اداره الشركه، الصنايعي ده لو ما ينفعش يدير، هو ما يعرفش الصنعه اللي هو بيعملها، لكن هو ما يعرفش يدير، فلازم محتاج الاثنين. هو اللي بيدير ده لازم يبقى عنده بيزنس سكيلز؟ يعني انت تقصد تقول لي ان اللي بيدير لازم يبقى عنده بيزنس سكيلز؟ يعني انت في اول الكارير بتاعك مش محتاج بيزنس سكيلز؟ بس كده، هو ده اللي انا عايز اوصل له. يبقى ان انت تبقى سيرتيفايد ده بقى دلوقتي بيزكس اسينشال ان انا ابقى رايح اشتغل في الشركه وعندي بيزكس اكاونتنج، فاينانشال اكاونتنج، كوست اكاونتنج، ويا حبذا لو معايا بروفيشنال سيرتيفيكتس. بس احنا مش هنتكلم عن الكلام ده خالص النهارده. فالسيشن النهارده مش هنتكلم خالص على اي حاجه من الحاجات دي. شفت انا كاتب لك understanding financial statements، ما هي دي سكيلز. taxation، technology of in accounting، لان ده بقى كور مهم دلوقتي. الBIS ده بقى مهم دلوقتي. ريسك مانجمنت. مش هنتكلم عن اي حاجه ليها علاقه بالمحاسبه. السيشن هنتكلم على البيزنس سكيلز بتاعتنا. طيب البيزنس سكيلز زي ايه؟